الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة، إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال. لسه مكملين معاكم ازاي نخلي حياتنا اجمل مع اميره صابر، مدربه المهارات الحياتيه المعتمده من الجامعه الامريكيه. هنتكلم النهارده عن حاجه يمكن كل الناس فاكره انها بتعرف تعملها، بس قليلين قوي اللي فعلا بيعرفوا يعملوها، اللي هي تعلم. اغلب اللي بيسمعونا يمكن كلهم خريجين جامعات او على الاقل بيدرسوا في مراحل مختلفه او خلاص شغالين بعد مرحله جامعيه طويله. بس مين فينا فضل يتعلم دي نحط تحتيها مليون خط. ويتعلم مش بس انك تدخل مؤسسه ما كانت جامعه او معهد او تكمل دراستك فهتبقى بتتعلم. انت ممكن جدا تتعلم من الراجل اللي بيقص فروع الشجر، وتتعلم من الحد اللي بينظف لك البيت مثلا، تتعلم من ناس بسيطه جدا جدا جدا، وتتعلم من تعليم معينه ومن حد بتسمعه. هي الفكره كلها انك تحط في دماغك وتزرع ده كويس قوي، انك طول الوقت بتتعلم حاجه مفيده، حتى في اسوأ اللحظات اللي هتعدي عليك في حياتك يبقى مفهوم ان انا بتعلم ساكن جواك بشكل ما او باخر، فده بيسهل حاجات قوي. عايزين نقول اول كلمه في القران كانت ايه؟ اقرا. لو انت شايف حد بيقرا مثلا في اجازته، او احنا لما الاجانب يجوا فبنقعد نتريق عليهم اللي هو ايه ده قاعد بيقرا على البسين اللي هو بلاش. احنا المصريين لما بنشوف حد في المترو اللي هو واقف وماسك ايه بايد مثلا الجورنان بايد او كتاب في ايد تاني، اللي هو كانه نازل هابط من الفضاء الخارجي، رغم ان هو في صميم وتعاليم ديننا، وفي كام افلا يتفكرون، وفي كام افلا يعقلون، وفي كام حاجه اللي هي ترجمه العلم اللي اتعلمته او ترجمه القرايات اللي عدت عليك في حياتك. بنركز قوي على مفهوم قد ما اقرا قد ما اشوف الحاجه بعين ناقده. على فكره في ناس كتير قوي هيكرهونا وهيقولوا لنا خلاص بقى كرهنا الكتب، قرينا كتير قوي في كتب المدرسه وكتب الجامعه، كفايه بقى قرايه. القرايه هي قرايه المدرسه والجامعه دي كانت قرايه تفتكري؟ اعتقد انها كده. يعني انا اعتقد تمام، يعني اعتقد وبناء عن تجربه شخصيه انه مثلا كان في حاجه تستهويني في محاضره معينه، فممكن المنهج كله يبقى بالنسبه لي يعني ضرب من الالزام ان انا اذاكره عشان امتحان، بس الحاجه اللي استهوتني دي اعمل عليها بحث ملوش اي درجات. ده حصل معايا، حصل مع ناس كتير. ممكن يكون مثلا انت ليك في كليه علوم وليك شغف بالموسيقى، فتبقى في الاخر علشان انت عارف وبتتعلم الحاجه اللي بتحبها، المجال اللي برعت فيه فعلا مثلا الموسيقى او الشعر او حاجه ملهاش علاقه باللي انت بتدرسه. فعايزين نوضح حاجتين مهمين قوي: اللي انت بتدرسه ملوش علاقه باللي انت بتحبه، ومهم قوي تعرف انت بتحب ايه. مش ملوش علاقه يعني ممكن يكون ملوش علاقه، بس تبقى فاهم ده، تبقى فاهم انها مش اخره الدنيا خالص مثلا دراسه معينه درستها في كليه، لا انت طول الوقت بتتعلم حاجه جديده، فانت بتتعلم حاجه من وراء كل حاجه بتحصل لك في حياتك. لما بنبقى راضيين الدنيا بتبقى جميلة، ومفهوم الرضا متعلق بمفهوم انك بتتعلم طول الوقت. لما تحس انك حتى لو التجربة كانت سيئة وشديدة وانا عملت الحاجة اللي مش بحبها ودخلت الكلية اللي المفروض ما كنتش ادخلها، وايفن حتى اتجوزت الحد المفروض ما كنتش اتجوزه، لا انت بالعكس بتثقل خبراتك وبتعرف حاجات عنك ما كنتش تعرف. يمكن امتى بنعرف ان احنا صبورين؟ مثلا لو بنتعرض لحاجة مملة، اكيد حاجه بتتطلب مننا ان احنا نكررها كتير عشان نوصل للنتيجه. اقصد مفاهيم الجمال كلها في حياتنا ما بتطلعش، والطاقه والانرجي والبوتنشلز الحلوه والحاجات اللي جوانا الداخليه الجميله دي ما بتطلعش غير في المواقف الشديده والحاسمه. يعني ايوب مثلا الدرس الاعظم في البشريه عن الصبر. هو ايه درس الصبر في ايوب غير بقيمه الابتلاء والصبر عليها مثلا، وقد ايه الاحتساب انه ده كله عند ربنا، فتبقى راضي طول الوقت، فتبقى راضي وانت بتتعلم وبتتعلم الحاجه اللي انت بتحبها. تفتكري ازاي نتعلم الرضا؟ انك تحس ان اللي بيقدر لك واللي بيمشي لك حياتك حد بيحبك، وربنا بيحبنا اما ما كانش خلقنا، فهو اكيد كل اللي بيقدر لنا خير. وبعدين البني ادم يعني تخيلي انا قاعده اهو، انت شايفاني وانا مثلا شايفاكي، انا مش شايفه خالص اللي ورايا وانت مش شايفه خالص اللي وراكي، احنا عندنا رؤيه احاديه دايما لان احنا عندنا عينتين بس. سبحان الله ربنا البصير شايف ان لو الحاجه اللي احنا كنا حابين قوي انها تحصل دي حصلت دلوقتي، ليها قد ايه جانب سلبي في المدى البعيد، والعكس بالعكس الحاجه الوحشه دي علمتنا حاجات حلوه. اكيد لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. اكيد. كان معايا اميره صابر مدربه المهارات الحياتيه المعتمده من الجامعه الامريكيه. بشكركم. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال.